دامي في بي ان. لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. دامي في بي ان تطبيق لسه جديد، محمله اكتر من 5 مليون مستخدم. وظيفته هي ال VPN. يعني ايه؟ في ناس لحد النهاردة مش عارفة وظيفة ال VPN، مش عارفة ال VPN ده بيستخدم في ايه. ال VPN اللي ما عندوش معلومة، بكل اختصار هو بيخليك تفتح اي موقع ويب مقفول. يقولك ايه؟ تأكد من اتصالك بالإنترنت. تعرف كده، وانت عندك انترنت وبيفتح بقية المواقع، بيفتح بقية كل حاجة، بس ايه؟ في هنا بالذات بيقولك تأكد من اتصالك بالإنترنت. تعرف في الوقت دوت ان انت الموقع اللي انت بحاول تفتحه دوت محظور او مقفول. مجرد ما تفتح الفي بي ان هيفتح معاك الموقع بمنتهى السهولة. طب لو انت مسافر، لو انت من مصر او من امريكا ومسافر الصين مثلا، ولقيت مثلا اول ما تيجي تفتح في الصين الانترنت الداتا او الواي فاي، تيجي تفتح فيسبوك مفيش فيسبوك، يوتيوب مفيش، واتساب مفيش. يا جدعان تليفوني باظ ولا ايه؟ لا، تليفونك ما باظش ولا حاجه. المشكله ان الصين عامله حظر على التطبيقات الامريكيه، وكل دوله عامله حظر على تطبيقات معينه على مواقع معينه. فالفي بي ان بيغير الاي بي ادريس بتاعك على الانترنت، بيخليك فاتح من دوله تانية، فتقدر تتخطى الحظر اللي موجود في الدولة اللي انت فيها، وتفتح الفيسبوك وانت في الصين، والواتساب واليوتيوب وكل التطبيقات اللي انت عايزها. نفس النظام لو انت من الصين ومسافر امريكا، تلاقي ان في تطبيقات صينية امريكا حظرها عندها. فمجرد ما تفتح الفي بي ان من دولة غير امريكا، هتلاقي الحظر اللي عاملاه امريكا مش شغال. بخلاف ان الفي بي ان بقى بيحافظ على خصوصيتك. وكمان لو انت فاتح من اي واي فاي عامة، شبكة عامة، سواء بقى فندق ولا اوتيل ولا ريستوران ولا مطعم ولا كافيه، هتقدر عن طريق ال VPN اللي انت مشغله، حتى لو الشبكة دي مخترقة، فانت مش هيحصل لك اي حاجة لان انت مش ظاهر على الشبكة الداخلية. فحتى لو الشبكة مخترقة انت مأمن نفسك، بتفتح الانترنت، بتبحث عن اي حاجة، مش تحت مراقبة. محدش يقدر يراقب استخدامك للإنترنت طول ما انت فاتح ال VPN. فال VPN وظيفته كويسة جدا ومهمة جدا، بخلاف ان في انواع من ال VPN بتحافظ على البطارية اكتر من غيرها. في انواع بتستهلك البطارية بشكل كبير، وفي انواع بتحافظ على البطارية اكتر من غيرها. تقييمات التطبيق دوت مش احسن حاجة، بس التطبيق حديث. ياريت كل اللي جربه يكتب جربه منين تحت الفيديو، ويقول لي جربه كويس ولا وحش، عشان رأيك هيفيد غيرك. لو ما كنتش اعرف اي حاجة عن ديما في بي ان، اديني عرفتك ازاي تستخدمه او ليه تستخدمه. ولو عندك اي معلومة ايجابية او سلبية اكتبها لنا في الكومنتات عشان الكل يستفيد من خبرتك ورأيك. شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقولك الجديد المفيد في عالم التطبيقات.